قوة. امس دشيت عليهم الديوانية ولا قاعد يسولفون على المشاريع الكويتية، وان ليش سعر المنتج الكويتي دبل سعر نفس البضاعة اللي بالمحلات، وعلى ابو الكويتي انفع نشتري منهم، بس الاسعار اسعار بني قريظة. والدقة وهو المنتج اللي جاي من الصين، بس يحط عليه فيونكة وفجأة يصير منتج كويتي ودبل السعر يا حبيبي. ولا يطبخون لهم طبخة بالبيت الجدر ما يكلفهم 9 دنانير ونص، ويطلعون الطبق يسمونه كول مي داون ويبيعونه ب 17 دينار. اي ليش؟ كان يقول ابو عزوز الاشتاء اللي فات ولا بوث كويتي يبيع شاورما، يقول كان اقول له عطني 4 شاورما و2 كولا، يقول ولا يطلع حسابنا 12 دينار. قلت له والله ايش دعوه 12 دينار؟ قال ايش دراني؟ قلت له طعمها سوشي، قال لي. قلت له فيها كافيار، قال لي. قلت له عيل على شنو؟ قال لان الخبزه ملونه على ابو فنتق كويتي. قلت ايوه ترى الصبغ يكلف، وانت بعدين طالع يبغى الجانب الايجابي. ايش دراك؟ يمكن الخروف اللي بالشاورما هذا جامعي ولا نفسيته مرتاحه، تجيك ترى اللحمه طريه، انت لا تقعد بس تنقد عليهم. قال يبغى 12 دينار، هذا اكل فيها راعي المطعم مو بس الشاورما. يلا